الأجيال السابقة كلها ما كانتش عندها هاد الاختيارات، كانت اختياراتها محدودة. أما اليوم الاختيارات اللي قدام الجينيراسيون زد هي اختيارات كبيرة. إلا خدينا غير منصات فهو غيبدا يختار واش نختار نتفليكس، برايم فيديو، ولا نختار شاهد. فإذا عنده الاختيارات وخصو ياخذ دائما هو تحت واحد الضغط ديال خذ قرار واش هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فدائما عندهم هاد القدرة هادي كيف ما هي زوينة كيف ما هي خايبة، زعما عندها المميزات ديالها وعندها السلبيات ديالها. وهذا غادي يكون عاوتاني حتى التأثير ديال السوشيال ميديا اللي فيها تمر من حالة إلى حالة أخرى بسرعة، بحكم لي ريلز، بحكم الطريقة باش مصوبة الالغوريثم اللي كاينة في فيس لانستا وتيك توك ولا جميع المنصات. هما منين تزادوا لقاو راسهم فيها، عكسنا حنا اللي مثلا اللي جينا نشوفوا غير تيك توك. تيك توك في الاول الجينيراسيون اللي كانت فيه هي الجينيراسيون ديال زد، ومن بعد عاد باش لي ميلانيالز غادي يبداو ياخذوا حتى هما البادره انهم يدخلوا. وهذا شيء طبيعي وعادي، هي نفس الطريقه باش كانوا كيقاوموا حتى حنا والدينا تيقول لك لا التليفون ما عندنا ما نديروا به، ما عندي ما ندير بشي كونت. والان ممكن تمشي تشوف القهوه راه غادي يبان لك ناس كبار في السن ديال 60 70 سنه وكيسكرولي عادي. هذا الجيل زاد من بين الدراسات اللي كانت دارت عليهم وانهم ما تيقبلوش العمل الا ما كانش الفائده عامه، بحكم انه دابا ولا عندهم واحد المينيموم ديال الحاجيات فولاو تيقول لك لا انا ما نقبلش نخدم مثلا اي عمل كيف ما كان، خاص العمل يكون عنده واحد الفائده تعود على المجتمع. زائد بدات عندهم واحد القوانين بداو تيطالبوا